كلنا هنا راجل واحد وكلنا عيلة واحدة، فأنا ما عملتش إلا الواجب، والمفروض يعني لو حصل إن هو ده حصل كده تاني هعمل أكتر من كده كمان. اللي في إيدي أنا عملته، وأنا بشكر كل أهل القرية إن هم وقفوا معايا وكده. الشباب مثلا يشوفوا حد زي كده المفروض إن هم يقفوا معاه. إحنا الشباب يعني إحنا المفروض إن إحنا نحافظ على بلدنا من غير. أنا عبد الله محمود نادي هلال من قرية اللاهون. أنا ما عملتش إلا الواجب، والمفروض يعني لو حصل إن هو ده حصل كده تاني هعمل أكتر من كده كمان. اللي في إيدي أنا عملته، وانا بشكر كل اهل القريه ان هم وقفوا معايا وكده. ان انا كنت جاي من المدرسه وكده، فانا جاي لقيت بنتين فكانوا بيعيطوا، فهم ندهولي، فانا واقف بتكلم معاهم وبهديهم واحاول ان انا مثلا ان حد من اهلهم ولا حاجه ان هو ياخدهم. فانا واقف بتكلم معاهم وبهديهم لقيت الشابين نزلوا من التوك توك ودخلوا فيا. فانا لسه مش عارف هو ايه اللي حصل. هم نزلوا بالمطار والسنج وفيه قعدوا يعوروا فيا ويخبطوا فيا بالمطار وكده. فانا كنت بدافع عن نفسي. بعد ما الناس بقى سلكت وكده والعيال روحوا، وانا ما كنتش مدي اخوان. يعني مثلا البنتين كانوا مغمى عليهم، فانا بعد ما كنت مغمى عليهم فقلت ان انا استنى اما اطمن على البنت وكده. فانا ما كنتش عملت يعني مثلا عملت حاجه غلط، فانا قلت بقى ما كنتش مدي اخوانا. لقيتهم راحوا بقى جابوا 20 شاب تاني وجم، واول ما شافوني جروا ورايا وقعدوا بقى مسكوني برضه، وقعدوا برضه كانوا غازوا فيا بالسكاكين والمطاوي. وبعد ما غازوا فيا فكانوا عايزين ياخدوني معاهم البيت، ان انا اروح معاهم البيت يعني وكده. معاهم البيت ان هم كانوا قعدوا يضربوا فيا وانا خلاص خدلت. يعني انا كنت اكتر من 20 شاب عليا وانا خلاص خدلت، تعبت اعمل ايه؟ فجاء اخوه الكبير وابوه حط الموتوف جنبي وقال لي لو ما ركبتش اغزك بيها، انت كده كده احنا هنموتك. فركبت معاهم بحسن نية. انا قلت مثلا ان هم ياخدوني يروحوني البيت ولا حاجه عندنا احنا. فلقيتهم جاوا واخدين البيت عندهم هم، وقعدوا برضه كده حبسوني وضربوا فيا وغزوا فيا بالسكاكين، واللي راح واللي جاي يضربني. وبعد كده لقيت اهلي جاوا خدوني مثلا من البيت وودوني المستشفى. ساعة والساعة دي كلها يضربوا فيا من كتر الضرب. انا اغمى عليه اصلا، هم يحسبوني مت. فالعيال اصلا اول ما يحسبوني مت سابوا البيت وجروا. اول ما سمعوا ان اهلي جاوا هم خلاص يحسبوا ان انا مت. فحمدت ربنا ان هم اهلي جاوا في الوقت المناسب وخدوني ودوني المستشفى. وبعد ما خدوني المستشفى كتر خيره وكيل النيابه نزل معايا وعاد الكاميرات وقال لي مش هسيب العيال دي وهجيب حقك. كتر خيره قوي، انا بشكر وكيل النيابه ده. انا يعني بقدم رساله ان الشباب مثلا يشوفوا حد زي كده المفروض ان هم يقفوا معاه. احنا الشباب يعني احنا المفروض ان احنا نحافظ على بلدنا من غيرنا. ان احنا البنات يعني المفروض ان احنا يعني احسن ناس ان احنا نحافظ على البلد بتاعتنا وكده. المفروض مثلا ان احنا يعني كل شاب يبقى يعني واقف في ظهر صاحبه، ما يسيبش حد مثلا في شده ويسيبه. المفروض مثلا ان احنا كنا واقفين في ظهر بعض، وما يسيبش حد مثلا ان هو في ظهر شده ويخلي مثلا ناس زي كده يعني يحددوا على بنات. المفروض ان مثلا دي في يوم من الايام هتبقى ايه، مثلا هتبقى مراتك، هتبقى اختك، هتبقى بنتك. فانت مثلا يعني المفروض ان انت مثلا قبل ما انا اتكلم يعني تعمل كده من نفسك. كلنا راجل واحد وكلنا في ظهر بعض. يعني المفروض مثلا ان هو اي شاب يلاقي اي بنت زي كده يتحرى عنها. يعني ما يخليش مثلا المفروض يعني كل شاب مصري يقف في ظهر زميل. المفروض مثلا ما يسيبش حد يعني كده. واحنا كلنا هنا في البلد يعني كلنا هنا راجل واحد وكلنا عيله واحده. فالبلد يعني كتر خير ان هم وقفوا معايا برضو ان في حاجه زي كده. فانا حابب ان انا اوجه رساله برضو ان هم يعني كل شاب يشوف بنت زي كده بتتضايق ولا حاجه من اي حد ان هو يقف معاها برضو، ما يسيبهاش كده ان هو مثلا تخلي حد مثلا يبهدلها وكده. فانا يعني مثلا بشكر اهل البلد برضك ان هم وقفوا معايا، بشكرهم والف شكر لكم يا مان. هو انا ده ما عملتش الا الواجب، والمفروض يعني لو حصل ان هو ده حصل كده تاني هعمل اكتر من كده كمان. اللي في ايدي انا عملته، وانا بشكر كل اهل القريه ان هم وقفوا معايا وكده. فانا كل شاب مثلا المفروض اي بنت يعني يشوفها في حاله زي كده يقف معاها. فانا بشكر كل شاب وكل واحد ان هو مثلا ايه يقف مع كل بنت وكده بتحصل معاها الحاجات دي.